لو ابنك أو بنتك سنهم من 13 ل 18 سنة يبقى الفيديو ده علشان أي بيت فيه مراهق بيعيش خناقات الجيران كلها سامعاه، حيرة بيعيشها الأب والأم مع أولادهم اللي مبقوش عارفين هما كبروا ولا لسه أطفال، يسيبوهم يصاحبوا اللي اختاروه بإرادتهم وبدون توجيه ولا يشاركوهم القرار. وكله كوم، والسوشيال ميديا ده كوم، واللي عملته في السن ده كوم تاني خالص، خصوصا التيك توك. اقدر اقول ان الام اللي عندها بنات في سن المراهقه يبقى الله يعينها. طب ازاي بقى نتصرف مع السن ده سواء ولد او بنت؟ اول ما الطفل يبتدي يكبر حبه صغيرين كده ويظهر له شنب اعدادي، يشوف نفسه راجل كبير. ولو بنت بتشوف نفسها عروسه وعندها شخصيه، بيبقوا شايفين ان هم تخطوا مرحله الطفوله ومش محتاجين وصايه، وانهم قادرين ياخدوا اي قرار ويجربوا حاجات ويتصرفوا لوحدهم. وده شيء بيضايق الام والاب جدا، انهم بيبقوا شايفين ان الولد او البنت خرجوا عن طاعهم وخايفين عليهم لانهم لسه مش عارفين مصلحتهم ومش مدركين الخطوره اللي حواليهم. المهم تفهموا الكلام اللي هقوله ده كويس قوي. ولادكم في السن ده مش محتاجين يبقوا تحت طاعكم، بس محتاجين يحسوا بنوع من الحريه، يحسوا انهم بياخدوا قراراتهم من نفسهم. دلوقتي انت هتساليني ازاي نحميهم من الاخطاء وقله الخبره؟ نحميهم اننا نصاحبهم ونوعيهم ونفهمهم. اولادكم في سن المراهقه محتاجين حد يصاحبهم، لان ده السلاح الوحيد اللي هتحميهم بيه. لو جم وحكوا لكم على غلطات عملوها، تقبلوها بنوع من الهدوء، استوعبوا سنهم ودماغهم وفهموهم الصح من الغلط من غير زعيق ولا ثوره، علشان يجوا على طول يحكوا لكم كل حاجه وما يشيلوش هم رد فعلكم. شاركوهم في اتخاذ القرارات كانكم من سنهم. ده الحل الاسهل والامثل في التعامل مع سن المراهقه. صحوبيه مع احترام مع تقدير، وخطوط واضحه للصح والغلط، وان الاب والام لازم الاتنين دورهم يكمل بعض. احنا في زمن اخبار، فخدوا بالكم. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك. يظهر له شنب اعدادي بجد كل بسيط. اي بيت فيه مراهق بيعيش خناقات الجيران كلها سامعاه، حيره بيعيشها الاب والام مع اولادهم بتشوف نفسها عروسه وعندها شخصيه. انهم بيبقوا صح اعمل دي بجد ولا اوكي. انا نرمين خالد مين بس بس حتى اسمي خالص